السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على قطعة 5 فرنك المغربية. وكما قلنا في الحلقة السابقة 5 فرنك اللي غادي نبداو بها هي اللي كتنتمي لفئة العملات اللي صدرت للتجربة واللي كتسوى ثمن كبير. وحيت مجموعة من الأصدقاء كيصيفطوا لي هذه القطعة بالضبط ديال 5 فرنك وما كيعرفوش عليها معلومات كثيرة، اليوم غادي نعطيكم جميع المعلومات عليها والانواع ديالها والثمن ديال كل نوع اللي كاين في السوق حاليا، سواء السوق المحليه او لا السوق الدوليه، وكذلك في مواقع عالميه. فقط تابعوا معنا وما تنسوناش من دعمكم باشتراك في القناه باش عائله القناه تكبر ونستمروا بكل جد واجتهاد. الانواع ديال قطعه 5 فرنك كثيره ومتنوعه. مثلا كنلقاو بعضها مصنوع من الفضة وأخرى من البرونز والألمنيوم، ونوع آخر من الألمنيوم فقط. ونجد أيضا اللي مصنوعة من النحاس المطلي بالذهب، كما كنسميوها بالعامية ديالنا قطع مشلة بالذهب. وكل نوع من هذه الأنواع اللي ذكرت عنده الخصائص ديالو والأوزان ديالهم مختلفة، وحتى التواريخ ديال الإصدار ديالهم متعددة. نبداو بأرخص إصدار وهو قطعة 5 فرنك المصنوعة من مادة الألمنيوم، واللي كنملك منها قطعتين كما كتشوفوا في الصورة، واحدة في حالة جيدة والأخرى حالتها مهترئة. هذه القطعة هي إصدار 1370 هجرية الموافق ل 1951 ميلادية. الوزن ديالها خفيف جدا بحيث كتوزن تقريبا 1.86 غرام. ثمنها في السوق ما كيتعداش واحد 15 درهم، وهو الثمن باش شريت القطعة اللي عندي. كاين قطعة أخرى بنفس المواصفات ما كتختلف على الأولى اللي ذكرت بوالو، ولكن مكتوب عليها كلمة تجربة تحت فرانك كما كتشوفوا في الصورة، وهذه ثمنها بين 400 و 500 درهم على حساب الحالة ديالها. هذه كان تم إصدارها كتجربة باش يجربوا هذه القطعة، لكن طلعت الكفاءة ديالها ضعيفة وتبين لهم أن مادة الألمنيوم بوحدها غير صالحة لسك القطع المعدنية. ولهذا في نفس السنة تم إصدار قطعة أخرى من 5 فرنك، وتم إضافة مادة البرونز لمادة الألمنيوم، هو اللي عطاها هذا اللون البرونزي. تم إصدارها مباشرة للتداول، ما تمش إصدار قطعة منها للتجربة كما شفنا في الإصدار السابق. والثمن ديال النسخة العادية ديالها ما كيتعداش واحد 30 درهم. في سنة من بعدها أي سنة 1371 هجرية الموافق ل 1952 ميلادية تم إصدار نفس النسخة من 5 فرنك وبنفس المواصفات. نوع آخر من نفس السنة ديال 1365 هجرية يعني 1946 ميلادية، وهي 5 فرنك مكتوب عليها إيساي، مصنوعة من الفضة واللون ديالها فضي، وكتوزن تقريبا واحد 12 غرام. هذه جد نادرة، وإذا كانت عندك فأنت من المحظوظين، حيث تم التقييم ديالها في موقع سي جي بي اللي فايت هضرت عليه في هذا الفيديو، اللي بغى يرجع يشوفه، بمبلغ كبير وصل ل 1500 أورو اللي كتساوي تقريبا 1.5 مليون مغربية. لكن تم البيع ديالها ما زاد كما كتشوفوا في الصورة ب 745 أورو اللي كتساوي تقريبا واحد 7500 درهم مغربية. وفي نفس السنة تم إصدار أغلى قطعة من قطعة 5 فرنك اللي كتباع حاليا، وهي اللي مصنوعة من معدن النحاس ومطلية بالذهب، مكتوب عليها كلمة إيساي تحت فرانك. كتعتبر جد نادرة، ممكن تميز بينها وبين البرونزية فقط من خلال اللون، لأن اللون ديالها أصفر ذهبي مفتوح، أي واحد يعني ممكن يقوم بالتمييز بيناتهم بسهولة. والوزن ديالها تقريبا 12 غرام، يعني تقريبا بحال الاخرى في الوزن، يعني ما كاينش فرق ما بين البرونزيه والذهبيه في الوزن، تقريبا نفس الوزن. واللي عنده هذه القطعه وشاك فيها يعني ممكن يمشي عند اي ذهيبي في المدينه اللي كيسكن فيها ويعطيه القطعه ويقوم بالاختبار ديالها ويتاكد منها اذا كانت يعني كما قلنا اصفر يعني ذهبي كيكون باين على الاصفر البرونزي. البرونزي كيكون مغلوق، الذهبي كيكون مفتوح، يعني كيكون الا كان عنده اي واحد كيشي شاك ممكن يديها عند الذهبي او لا يشري ماء الذهب ويقوم بالاختبار ديالها في المنزل.
كاين إصدارات أخرى ديال 5 فرانك بحال ديال 1347 أو 1352 مصنوعة من الفضة، والوزن ديالها كيتراوح بين 11 و 12 غرام، ما مكتوبش عليها كلمات تجربة أو إساي، أي كتعتبر عادية. والثمن ديالها كيتراوح بين 150 حتى ل 200 درهم على حسب الحالة ديالها الخارجية. في نفس هاد السنوات اللي ذكرت في هذا الفيديو تم إصدار مجموعة من القطع النقدية المعدنية بحال 1 فرانك، 2 فرانك، 10 فرانك، 50 فرانك إلى غير ذلك. غادي نطرقوا لهم بالتفصيل كما درنا في هذه القطعة ديال 5 فرانك، باش ما يبقى حتى شي واحد إن شاء الله عنده شي تساؤل على هذا النوع ديال القطع. كما درنا قطعة 5 فرانك فقط كنحتاجو الدعم ديالكم باش يتزاد عندنا شوية ديال الحماس باش نقدموا لكم محتوى في المستوى، والغاية هي الإفادة ديالكم بالمعلومات في هذا المجال. فما تنسوناش من الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو، ونتلاقاو في حلقة أخرى من سلسلة العملات القديمة المطلوبة والمبحوث عنها، وهذه مقاطع أخرى ممكن تعجبكم. وشكرا على المشاهدة.